تخيل كده معايا يا صديقي بتصحى الصبح من غير ما تكون مضطر انك تنزل الشغل، مفيش مواعيد ثابته، بتشتغل من اي مكان تحبه وفي اي وقت انت عايزه، وكمان بتكسب فلوس كويسه جدا. تحس ان ده حلم؟ لا طبعا يا صديقي، دي حياه الفريلانسر. الفريلانسنج دلوقتي بقى واحد من اهم طرق الكسب عن طريق الانترنت، والفرص فيه مش بتخلص نهائيا. لكن للاسف في ناس كتير بتدخل المجال غلط وبتتوه ومش بتقدر تبدا صح. عشان كده في الفيديو ده هقول لك ازاي تبدا صح حتى لو ما عندكش اي خبره نهائيا، وازاي تقدر تبدا وتجيب اول عميل ليك وتكسب اول دولار ليك كفريلانسر. وصدقني لو كملت الفيديو معايا هتطلع وانت عارف انت محتاج ايه بالظبط عشان تبدا كفريلانسر. اول سؤال لازم تساله لنفسك، هي ايه اصلا المهاره اللي عندك اللي ممكن تخليك تكسب فلوس من الانترنت؟ بتفهم في البرمجه او بتفهم في التصميم او حتى عندك موهبه الكتابه؟ كل الطرق دي ممكن تخليك تقدر تكسب من خلال الانترنت. ازاي تلاقي شغل على الانترنت؟ وايه هقول لك دلوقتي على منصات العمل الحر. اول منصه معانا وهي منصه الفريلانسر، والفريلانسر دي منصه من اهم المنصات اللي ممكن تقابلك في حياتك، والمنصه دي للمبتدئين تماما، اي حد ما عندوش خبره ممكن يبدا من عليها. دي بتكون بدايه كويسه ليك ان شاء الله، وبعد كده دي بتنقلك لمستوى اعلى وتوصلك لمنصات تاني لمنصات المحترفين. تاني منصه معانا وهي منصه من منصات المحترفين وهي الابورك. دي لازم يكون البروفايل بتاعك قوي جدا عليها عشان تقدر توصل لعملاء كويسين. تالت حاجه معانا وهي فايفر دي تقدر من خلالها ان انت تقدم خدمات للناس. يعني انت دلوقتي مثلا نفترض ان انت ديزاينر تقدر تصمم لوجو للناس، فبتكتب في الموقع ان انت تقدر تقدم الخدمات دي، والناس بتطلب الخدمه دي منك بمقابل مادي، ودي طبعا بتكون حاجه كويسه جدا ليك ان انت تقدر تجمع مبالغ كويسه جدا. بعد كده معانا خمسات مستقل، ودي منصات للعمل الحر مع العرب. السر هنا بقى يا صديقي انك تبدا تشتغل على منصه او اتنين بالكتير عشان تقدر تركز عليهم كويس جدا وتطلع كل المهارات بتاعتك وتوصل لاول عميل ليك وتوصل لاول دولار ليك على منصات العمل الحر والكسب من الانترنت. طبعا خليك واثق، اي شغلانه في الدنيا لازم يبقى انت عندك خبره عنها حتى لو خبره بسيطه. فعشان كده انا هقول لك ازاي تجيب اول عميل ليك او ازاي تبدا اول مشروع ليك على منصات العمل الحر. فمثلا لو عندنا منصه زي منصه فريلانسر، لازما يبقى عندك بروفايل كويس على المنصه وفي المشاريع بتاعتك. فانت لازم تنفذ شويه مشاريع ليك وترفعها على المنصه عشان العميل لما يدخل عندك يعرف ان انت فاهم في الحاجه دي او فاهم في الخدمه اللي انت هتقدمها له. فدلوقتي مثلا انت مبرمج، دلوقتي المبرمج ده بيبقى عامل شويه شغل ليه فبيقدمه للناس بشكل كويس، فالناس تعرف ان هو بيعرف يعمل الحاجه دي او بيعرف ينفذ المشاريع بطريقه كويسه. طيب عندنا بعد كده مثلا لو انت ديزاينر فانت عندك تصاميم انت كنت عاملها قبل كده، فبالتالي بترفعها على المنصه عشان العملاء تقدر تخش عندك وتعرف ان انت محترف في الحاجه دي. فلازم يكون عندك اقتناع تام ان انت ما ينفعش تبدا كده وخلاص، لازم تكون عندك خبره في الحاجه اللي انت بتعملها وبتشتغل بطريقه احترافيه وهتقدم حاجه للناس تكون مختلفه وكويسه جدا. وطبعا بتقدم اسعار تنافسيه وعروض تنافسيه عشان في ناس كتير جدا زيك بادئه وعايزه تكسب وعايزه توصل لاول عميل ليها، فبالتالي بتقدم اسعار تنافسيه جدا. فلازم تبقى حاطط في اعتبارك ان انت هتكون شخص من ضمن الاف بل الملايين اللي بادئين على المنصه، فلازم ان انت تقدم عروض كويسه جدا عشان تعرف تكسب اول عميل ليك. طبعا لو عملت كل الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي هتبدا ان شاء الله قريب جدا توصل لاول عميل ليك. وطبعا انت بتقدم عروض كتير جدا على فريلانسر او اي منصه من منصات العمل الحر، فانت بتقعد تقدم لحد ما ربنا يكرمك وتوصل لاول عميل ليك. طبعا البدايه هي اللي بتكون صعبه، لكن بعد كده الدنيا بتبقى سهله جدا ان شاء الله. ربنا يكرمك ويبقى ليك مصدر دخل كويس من خلال منصات العمل الحر. اخطاء لازم تاخد بالك منها عشان في ناس كتير قوي بتقع فيها. اول حاجه طبعا ان انت ما ينفعش تشتغل ببلاش، لازم تشتغل بسعر مناسب ليك. فانت لازم تحط سعر مناسب ليك ويكون ليك سعر كويس بين الناس. ما ينفعش ان انت تشتغل ببلاش لان انت بتتعب وبتعمل مجهود كبير، فانت لازم تحط لنفسك سعر مناسب يكون مناسب لبدايتك على اي منصه من منصات العمل الحر. تاني حاجه غلط انت ممكن تعملها انك تتاخر في الرد على العملاء. طبعا انت اي عميل بيجي يتكلم معاك عشان يعرف الدنيا فيها ايه وازاي يبدا معاك لازم ان انت ترد عليه في اسرع وقت عشان انت ما تخسرش العميل ده، فلازم اي رساله تجيلك ترد عليها في اسرع وقت. ثالث حاجه انك تعتمد على منصه واحده بس من المنصات اللي احنا قلناها، وطبعا في منصات كتيره جدا على الانترنت احنا ذكرنا منها المنصات المهمه، فانت ما ينفعش تعتمد على منصه واحده بس، لا انت لازم تعتمد على اكتر من منصه لحد ما ربنا يكرمك في واحده فيهم. وطبعا انت لازم يكون عندك معارف كويسه لان انت ممكن يجي لك شغل من المعارف دي، مثلا حد من اصحابك، حد من عيلتك، حد من قرايبك، او حد من البلد اللي انت فيها ممكن يجي لك شغل من خلال المعارف اللي حواليك.
فانت بتعرف نفسك كويس على منصات التواصل الاجتماعي برضو، وتعرف نفسك ان انت راجل شغال فريلانسر وعايز تقدم خدمه معينه للناس، فلازم تسوق لنفسك كويس على منصات التواصل الاجتماعي كلها. اهم حاجه ان انت تبدا النهارده. انا عايزك يا صديقي اول ما تشوف الفيديو ربنا يكرمك كده وتتحمس وتبدا تشتغل النهارده، تبدا اول خطوه ليك على منصات العمل الحر. ابدا النهارده، ادخل شوف ايه هي المنصات دي، وحاول تعمل اكونت على المنصات دي كلها، وتشوف المنصه المناسبه ليك وتبدا عليها. انا ان شاء الله هنعمل سلسله كامله عن الفريلانسنج وازاي تقدر تكسب فلوس من خلال الفريلانسنج، وان شاء الله هتكون سلسله كافيه. هنبدا ان شاء الله بالفريلانسر، بمنصه الفريلانسر، ازاي تعمل اكونت عليها، وازاي تقدر تبني بورتفوليو كويس ليك، وازاي البروفايل بتاعك يبقى كويس على المنصه. وهوريك ازاي تقدم بروبوزلز للعملاء او تقدم عروض كويسه للعملاء بطريقه احترافيه. وهعرفك برضو ازاي تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي، وازاي يساعدك في ان انت تقدم عروض كويسه للناس، وازاي يحلل لك المشاريع اللي موجوده على منصه الفريلانسر او اي منصه تانية. هنخليه يعمل لك انالايز للمشروع ويعرفك ايه اللي انت محتاجه من المشروع ده بالكامل، او ايه الخطوات اللي انت تقدر تمشي عليها. ان شاء الله في السلسله دي هعرفك كل حاجه عن منصات العمل الحر، وهنبدا بمنصه الفريلانسر زي ما انا قلت لك. ان شاء الله هتكون بدايه كويسه ليك في السلسله دي، بدايه كويسه لاي حد عايز يبدا في الفريلانسنج او عايز يبدا على منصات العمل الحر ويكسب اول فلوس ليه ويوصل لاول عميل ليه على منصات العمل الحر. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وعايزك تشارك الفيديو ده مع اكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. وسلام.